أشرف حكيمي أكيد سيكون بالون دور، وهنا أتكلم على كرة الذهب الخاصة بالمام أفريكا. أما كرة الذهب الأوروبية في الأرجح ستكون باريسية لديمبلي إن حقق تاج آخر اليوم وهو لقب السوبر. سيكون الصراع مفتوح بين ديمبلي وبين لامين يامال. السلام عليكم. كما استمعنا من خلال هذا التعليق الصوتي لعصام الشوالي المعلق بقناة بين سبور الرياضية، كيف أنه أقصى حكيم من الفوز بالكرة الذهبية، وقال بأنها ستنحصر بين ديمبلي ولامين يامال، في حين أن فحكيمي سيفوز فقط، ويمكن أن ينافس فقط على الكرة الذهبية الإفريقية، هي التي سيفوز بها كما سمعنا من خلال هذا التصريح. هذا التعليق الصوتي ديال عصام الشوالي اللي لقى واحد العتاب، واحد ردة فعل من طرف المغاربة ومن طرف العرب، كيشوفوا بأن مثلا بالنسبة للصحافة أو الصحافة الغربية فهي كتقصي أشرف حكيمي، وكنزيدوا كذلك حنا الصحافة العربية وبين سبور موجهة للعرب أنه يكون بهذه الطريقة، يقول هذا التعليق اللي في الحقيقة يمكن يأثر على تصويت أو اختيار اللاعب ديال اللي غيفوز بالكرة الذهبية. كان على عصام الشوالي أنه يتفادى هذا التعليق اللي يغضب جميع المغاربة وجميع العرب، وخاصه يخرج بواحد التصريح اللي يعتذر فيه بما صدر منه من هذه الأقوال. شكرا، إلى اللقاء.